وبركاته. بعد غياب طويل جدا، يعني تقريبا داخله في سنتين، رجعت تاني وقلت لازم اخد الخطوه وارجع اعمل تاني فيديوهات وابدا من اول وجديد. حصل لي ظروف كانت صعبه، سنتين مروا عليا ما كانوش احسن حاجه، يعني بعدت فيهم عن القناه بعد ما كانت بدات تقف على رجليها بتشجيعكم ومساعدتكم. بتمنى انكم تدعموني كتير قوي الفتره الجايه، مش بس ان احنا نعمل لايك وشير للفيديوز الجايه ان شاء الله اذا ربنا اراد. انا محتاجه منكم دعاء كتير جدا جدا، محتاجه منكم سند كتير جدا جدا، بالدعاء بالذات ان ربنا يساعدني ان انا اتخطى الوقت اللي انا فيه وان انا ارجع تاني ابدا من اول وجديد. محتاجه قوي دعمكم، محتاجه جدا دعمكم ان انتوا تدعوا لي ان ربنا يوفقني واني ارجع تاني اقدم كل ما هو جديد ومفيد، ويكون فيه خير ان شاء الله باذن الله للعلم ومعلومات جديده اقدر افيد بيها كل الناس ان شاء الله باذن الله. للي نسيني واللي ما يعرفنيش، انا دكتوره نهى ابراهيم، اخصائيه تغذيه علاجيه وصيدلانيه، ودي قناتي الخاصه أزهى مع نهى. طبعا لا يخفى علينا جميعا الظروف اللي بيمر بيها العالم كله، مش احنا بس، طبعا العالم كله، الدول الاوروبيه، امريكا، الوطن العربي، اسيا، العالم فعلا على صفيح ساخن زي ما بيقولوا كده في الامثال وفي الحكم يعني. وطبعا بما ان احنا دولة تعتبر دولة من دول العالم الثالث، فمش احنا بس برضو اللي اتأثرنا بالأزمة العالمية، حرب روسيا وأوكرانيا وكل الظروف اللي بيمر بيها العالم. مش احنا بس الدولة الوحيدة اللي اتأثرت بالظروف العالمية أو بالأزمة العالمية اللي بيمر بيها العالم، مما كان ليه تأثير غير إيجابي بالذات كمان، يعني مصر والدول اللي حواليها، الدول اللي هي اقتصادها برضو مش قوي قوي، ما بقاش عندهم الامكانية في ظل هذه الظروف العارمة اللي بيمر بيها العالم، الظروف القاسية جدا اللي بيمر بيها العالم ومؤثر على اقتصاد كل الدول. ما بقاش عند معظم الناس امكانية ان هم يقدروا يعملوا انظمة غذائية خاصة معينة علشان ينزلوا في الوزن. فانا بصراحة قعدت بيني وبين نفسي كده افكر، اقول يا بنتي يا نهى، كل ما تيجي تعملي نظام غذائي لحد يقولك اصل الظروف، اصل مفيش امكانيه، اصل الظروف، اصل مفيش امكانيه. قلت امال هو كان لازمته ايه يعني العلم يا بنت اللي انت درستيه؟ بقولك ايه، شغلي مخك كده وشوفي ايه هو النظام المناسب الاقتصادي الذي يسمح بعمل دايت صحي وفي نفس الوقت غير مكلف. يعني هو احنا عشان معناش فلوس ولا مش قادرين نشتري يعني مش هنخس؟ ده حتى ياكلوا وشنا في البلد. ايه قررت اللي انا بعد هذا الغياب اني اطلع بقنبله واقول من موقعي هذا ان احنا هنخس باقل الامكانيات. عايزين تعرفوا ازاي؟ تابعوني بعد الفاصل. هاتلكم بعد الفاصل بمفاجأتنا اللي قلنا عليها قبل الفاصل، اللي احنا هنخس بأقل الامكانيات. النظام اللي هحكي عليه النهارده هو نظام مش جديد وعليه كلام من زمان جدا، وفي مؤيدين ياما ليه وفي معارضين كتير جدا ليه، بس خلاص بقى يعني احنا دلوقتي الحاجه ام الاختراع، واحنا حاليا محتاجين اللي احنا ننزل في الوزن بس ما ندفعش فلوس كتير. ايه هو النظام بقى؟ النظام اللي احنا هنتكلم عليه النهارده هو الفيجن دايت او النظام النباتي. النظام النباتي باختصار كده، ايه هو النظام الفيجن دايت او النباتي وايه هي انواعه؟ الفيجن دايت هو نظام غذائي بيعتمد في اساسه على اكل الخضروات والفاكهة الصحية، وطبعا الحبوب الكاملة والبقوليات والقليل من النشويات. الفيجن دايت فكرته بتقوم على الآتي، بتقوم على ان سعرات الاكل النباتي هي سعرات قليلة، فبالتالي انا بخس، وفي نفس الوقت الاكل النباتي
rich of multi vitamins، هو غني جدا بالفيتامينز. يعني انا لما هعمل نظام نباتي المفترض اللي انا مش هيحصل عندي سوء تغذية. طبعا عشان ابقى واضحة وصريحة معاكم، لا طبعا بيحصل نسبة من سوء التغذية لو مشينا من دماغنا وترك كده من غير ما في حد ياخد بايدينا للطريق ايه، الطريق الصح المظبوط. ان شاء الله في الحلقات الجاية هنشوف الحاجات اللي بيحصل فيها نقص وديفيشنسي مع الفيجان دايت، وهنبتدي نتكلم عليها وايه الحل الصح اللي احنا نعوضها. طيب عندي هنا الفيجان دايت، امثلة مثلا على الاكلات الفيجان اللي انا ممكن اكل فول، ممكن اكل عدس، ممكن اكل كمان شوفان، اي بقى اكل بقوليات، فاصوليا بيضة، لوبيا، كوسة بقى، خضار، بامية، ملوخية، كل الخضروات مسموحة، كل البقوليات مسموحة، الرز مسموح، العيش مسموح، حتى لو احنا قلنا ان في جلوتين وفي مشاكل هنتكلم برضو على الحاجات دي بعد كده. كل ده مسموح عندنا بس بشروط معينة. ايه بقى هي الشروط دي؟ احنا ناكل كل الحاجات دي بس في المقابل بنمنع اي اكل بروتين حيواني، زي بمنع الالبان، بمنع الجبن، الزبادي، بنمنع الاكل الحيواني البروتين زي اللحوم الحمراء، الكبد والقوانص، الكبدة، الفراخ، السمك، اي بروتين حيواني بيتمنع. كمان عندي الزيوت النباتية المهدرجة المصنعة بتتمنع، بس مسموح لنا زيت الزيتون، زيت الكانولا، الزيوت النباتية اللي هي المعصورة على البارد الغير مهدرجة. تمام. السمن المهدرج ممنوع، السكر الابيض ممنوع، المفترض ان الدقيق الابيض كمان ممنوع. يبقى انا كل ما هو حيواني ممنوع. بس يطلع لي حد بقى يقول لي بس انا اعرف غير كده، اعرف ان في انظمه فيجن بياكلوا بيض عادي، وفي انظمه فيجن بتاكل سمك، وفي انظمه فيجن بتاكل لحوم بيضاء زي الفراخ، وفي انظمه فيجن بتشرب لبن وبياكلوا زبادي. الكلام اللي انت بتقوليه ده مش صح. لا، ما انت ما صبرتش عليا، اصبر عليا هقول لك على انظمه الفيجن عندنا ايه. ده احنا لسه عندنا كتير. وده بيقول برضو ان في تنوع، ان انا النهارده انا ما اقدرش استغنى عن اللبن، فانا هعمل نظام لاكتو فيجن، هاخد فيه لبن هيبقى منزوع الدسم، وممكن اخد فيه زبادي، بس في نفس الوقت هبقى لاغي كل الحاجات التانية وماشي على فيجن خضار وفاكهه، ومعايا اللبن والزبادي داخلين في ايه، في نظامي الغذائي. وحد تاني يجي يقول لي لا 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 لا، انا اعرف بقى ان احنا ممكن ناكل فيه فراخ وممكن ناكل فيه سمك كمان. هقول له ايوه صح، انت بتتكلم صح. عندي البونتو فيجن ده بيتكلم عندنا هنا بيقول ايه، بيقول انا ممكن ادخل في النظام الفيجن بتاعي سمك، وممكن ادخل فيه لحوم بيضاء زي الفراخ. طيب كمان عندي انواع ايه كمان؟ لا، عندي بقى الاوفا فيجن، ده بقى الناس هتحبه قوي، يعني ده جميل. بيض ونباتي، زهقان من النباتي ناكل بيض، يعني زهقت كل بيض. يبقى انا عندي هنا في انواع من الفيجن دايت. تمام. ده النظام السحري بتاعنا اللي فيه غضون هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم، ممكن احنا نعتمده كحمية غذائية. ان شاء الله في الحلقات الجاية باذن الله، وادعوا لي ان يبقى في حلقات جاية، لان انا فعلا يعني وقفة الكاميرا وحشتني جدا، المذاكرة والعلم اللي بقدمه وحشني جدا، وحشني اسئلتكم، وحشني تعليقاتكم. فعشان كده بقول لكم انا محتاجه دعمكم، ومحتاجه جدا دعائكم ليا بالتوفيق والسداد، وان انا اقدر اكمل المشوار باذن الله باذن الله باذن الله. الحلقات الجايه هنتكلم على كل مره هنتكلم على حلقه. مره هنتكلم ازاي نعمل التوتال فيجيتاريان دايت، النظام النباتي الكامل. مره هنتكلم على اللاكتو فيجيتاريان، ممكن نعمله ازاي، انظمه فيها لاكتو فيجيتاريان. وممكن نتكلم كمان عن الاوفا فيجن، وممكن نتكلم عن البونتو فيجن اللي هو فيه سمك و لحوم بيضاء زي الفراخ كده. هنتكلم على بعض البذور المسموحة زي الشيا والكينوا وبذر الكتان وحب الرشاد وما شابه. هنتكلم عن الزيوت المسموحة، هنتكلم عن نقص الاوميجا 3 اللي بيحصل مع الفيجن دايت وازاي نقدر نعوضه.
هنتكلم عن بعض الحاجات اللي بيحصل لها نقص زي الحديد الهيمي اللي بيحصل مع الفيجان دايت، ازاي نقدر نحل المشكله دي. هنتكلم عن حاجات كتير جدا تخص الفيجان دايت. انا بس عايزه انوه تاني ان احنا بنتكلم هنا عن نظام غير مكلف، وفي نفس الوقت بينزل الوزن نزول كويس جدا، وفي نفس الوقت بيحافظ على الفيتامينز، بيخلي البشره جميله، الشعر حلو، الجسم مظبوط، الصحه كويسه. اتمنى ان شاء الله ان الحلقه دي تكون عجبتكم، وبقول لكم ان انتوا وحشتوني فعلا بجد جدا جدا، ويا رب ان شاء الله ما يتقطعليش حلقات تاني، واقدر اكمل تاني على قناتي العزيزه الجميله، وبدعائكم ان شاء الله اقدر انجح واقف على رجلي من اول وجديد. السلام عليكم.